يستاهل الصراحه، يستاهل، فرحانه فيه جدا يعني. بص انا شريره بس هو يستاهل بامانه يعني. وازيكم يا اصدقائي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. المستوى التاسع يا جماعه في مرحله البول، يعني خلاص مش فاضل لنا غير مستوى واحد بس وهنخلصها يا جماعه، ونخش بقى على مرحله جديده. تابعوني بقى وما تنسوش يا جماعه الاشتراك واللايك، مش عايزه انا المتابعات الصامته دي، بلاش منها. يا ريت تدعموني باللايك وبالاشتراك للي بيشوفني لاول مره عشان اكبر بيكم وبدعمكم وتشوفوا معايا فيديوهات تانية اكتر على القناه. بونص يا جماعه زي ما احنا متعودين، هخش اشوفه هو ايه. واضح كده ان هو بونص دور عادي خالص زي المستويات العاديه، بس بيكون اصعب شويه، ان هو بيكتر لي بيكثف لي عدد الزومبي وبيسرع اللعبه، فبتكون فيها صعوبه شويه. لكن انا مش هلعب لا المستوى ده، خلاص هلعب مستوى عادي. انا داخله على المستوى التاسع دلوقتي، هلعبه بما ان كده كده هو مستوى عادي، فخلينا نلعب المستوى التاسع افضل يا اصدقائي. هنا زي ما انتم عارفين بقى اختيار الاسلحه مع بعض، بنختار عباد الشمس اساسي. للي بيشوفني اول مره، عباد الشمس يا جماعه لازم ناخده معانا عشان هو اللي بيدينا شموس، والشموس دي لما بناخدها بتدينا فلوس نقدر نشتري بيها اسلحه. السلاح الاخضر ابو 100 حبيب قلبي اللي ما بعرفش اشتغل من غيره. الورقه اللي لازم تتحط في الميه، ما نعرفش نحط اسلحه من غيرها. الكعبوشه ابو الكعبيش الاساسي. والبطاطسايه الكبيره يا جماعه لازم اوريها لكم، بصوا مبرقه ازاي. والنار، وطبعا قرون العجل دي معرفش ولا البقره ولا الجدي، انا معرفش نسميها ايه. المهم ان هي قرون وخلاص يا جماعه، مش عارفه هي شكلها غريب قوي. تعالوا بقى خلاص احنا بدانا اللعبه اهو، بننزل بعباد الشمس وهنبتدي اللعبه يا جماعه، وهنجمع الشموس بتاعتنا عشان زي ما قلت لكم بقى هطبق الاستراتيجيه بتاعتي اللي هي بنزل اول صف عباد الشمس اساسي معايا، عشان من غيره مش هيبقى معايا فلوس اجيب اي حاجه. فانا بصبر في الاول كده، مش هفرح بقى ان جالي 100 جنيه ولا جالي حاجه اقوم رايحه احط بقى سلاح اخضر واقعد استنى لما الشمس تطلع، يكون الزومبي دخل من بدري وفنشني وبوظت الدنيا. فخليني اطول بالي كده، انزل عباد الشمس الاول واخد فلوس، بس بمجرد ما بشوف ان الزومبي دخل زي ما انتم شايفين كده ما تاخدنيش الجلاله يعني وانسى نفسي وافضل احط في عباد شمس وانسى ان في زومبي داخل. لا ما ينفعش الكلام ده. بصوا لازم اخد الشموس بسرعه قبل ما تروح، لان لو سبتها في الجو في شموس بتجيلي من الجو غير عباد الشمس، فايا كان دي او دي لو انا سهيت عنها شويه بتروح مني وبتضيع عليا، فلازم اخدها بسرعه. زي ما قلت لكم بقى، اول ما بلاقي الزومبي بدا يدخل، هو مش شرط ان انا اكمل صف الشموس كله يبقى كامل معايا، احط بس السلاح الاول كده الحق الزومبي اللي داخل ده عشان ما ياكلش مني عباد الشمس وياكل مني العربيه، ويبقى كده ضيع مني محاوله وبقى عندي في ثغره لدخول البيت. تمام، انا دلوقتي خلاص خلصت اول صف عباد الشمس. لو قدرت احط تاني ما عنديش مشكله، ممكن احط واحده واتنين كمان زياده كده، زياده الخير خيرين زي ما بيقولوا، لان لما بيديني فلوس كتيره بقدر اشتري اسلحه كتيره وبتنفعني خاصه في المستويات الاخيره الصعبه دي. وبدات انزل ابو الكعبيش في الميه زي ما انتم شايفين اهو، لاني طبعا ما اضمنش الميه بالنسبه لي خطر جدا، ممكن يجي لي حد من الميه دلوقتي وانا لسه مش حاطه اي سلاح. وحتى لو حطيت سلاح اخضر يا اصدقائي برضو مش امان بالنسبه لي، عشان خاطر بيجي لي غطاسين يعني بيغطسوا تحت الميه، فالسلاح ما بيأثرش فيهم. فانا بالنسبه لي ابو الكعبيش ده هو مصدر الامان للميه، اول ما نزل بنزله هو على طول. بص ابو عصايه ده والنبي انا مفروسه منك، والنبي لا هنزل لك البطاطسايه الكبيره انت تستاهلها والله. انا بقى فرحانه انا اهو، بصوا معرفش ينط منها. انا فرحانه يا جماعه ان انا جبت البطاطسايه الكبيره دي عشان متغاظه منه، كان دايما لما بحط البطاطسايه الصغيره بينط من عليها ويخش ياكل لي الاسلحه ويبوظ لي الدنيا. انا حطيتها منها مش عارف يعدي عشان هي كبيره، وفي نفس الوقت بيقعد ياكل فيها وقت طويل بيكون السلاح خلص عليه. شفتوا سلاح اخضر واحد بس خلص لنا عليه. انا نزلت الكعبيش التانية دي بقوا اتنين كده في الميه، فانا امنت مداخل الميه الاتنين، هما مدخلين زي ما انتم شايفين كده ممكن يجيلي من الاتجاهين، فانا حطيت في الاتجاهين اهو وامنت نفسي. شفتوا مش قلت لكم اهو جالي واحد اهو، فانا ما كنتش لسه امنت نفسي. انما ابو الكعبيش اول ما انزله لان بياخد وقت طويل على ما بينور تاني، فعشان كده لازم الحق نفسي وانزله عشان على ما ينور كده الحق اخد غيره، لاني انا لو ما شفته مجرد ما نور نزلت غيره على طول. فهو بصوا لسه ما نورش حتى لو كان معايا ثمنه وزياده. يعني شوفوا انا معايا دلوقتي هو 50 75 عمال اعد فلوس وهو لسه مش منور، فهو حتى لو معايا ثمنه هو ليه مده معينه زي ما قلت لكم قبل كده اللي متابعني في الفيديوهات اللي فاتت، هو واي سلاح تاني. شوفوا البطاطسايه انا منزلاها اهو، بس البطاطسايه ناقص فلوس، يعني البطاطسايه
هنا هي العلامه السوداء كملت، ده معناه ان انا لو جبت 125 هتنور معايا عادي. لكن ام كعبيش دي ما كانتش لسه، بصوا لسه مظلمه ازاي، لسه اللي منوره دلوقتي رغم ان انا كان معايا تمنها واكتر. فعشان كده بقول لكم على قد ما تقدروا نزلوا الاسلحه اللي انتوا بتبقوا محتاجينها قوي، ما تقدروش تستغنوا عنها بسرعه، عشان على ما تنور يا جماعه بتاخد وقت. تمام، انا دلوقتي خلاص اهو خلصت، امنت نفسي يا جماعه بصف عباد الشمس، وحطيت 2 زياده كده حلواني، وظبطت نفسي بالسلاح الاخضر. وخلاص بقى هبتدي احط من البطاطس الكبيره الطويله دي عشان اوريكم. انا طبعا خدت معايا البطاطس وخدت معايا النار عشان اوريكم هما بيعملوا ايه. وطبعا امنت نفسي زي ما انتم شايفين كده في الطرف من بره بالبتاع اللي هي عامله زي بتاعه البقره دي عشان خاطر هي منها ان هي سلاح. بصوا لما الزومبي بيعدي من عليها بتفضل تضرب فيه في رجله كده، فانا بستفاد بيها كسلاح، وفي نفس الوقت هتنفعني لو جالي الزومبي ابو عربيه. واحنا بنختار الاسلحه في الاول لو خدتوا بالكم هو بيجيب لي الصوره كده على الزومبي اللي داخلين بيتي، بيعرفني نوعيه الزومبي ايه. ده هو مش بيجيب الصوره كده عشوائي ولا بيفرحني يعني، لا هو بيجيب الصوره عليهم عشان يعني اعرف اختار نوعيه الاسلحه لكل زومبي ايه. يعني مثلا انا اول ما لقيت ابو عربيه ده جاي كان لازم اختار السلاح ده يا جماعه اللي انا حطاه على الحرف ده اللي هو عامل زي بتاع قرون البقره ده انا مش عارفه اسمه ايه، اللي عارف اسمه اكتب لي في التعليقات. انا حطيته على الحرف ليه بقى؟ عشان هو مجرد ما العربيه بتعدي عليه الكاوتشات بتاعتها بتنفجر والعربيه نفسها بتتدمر وبخلص من الزومبي ده. لكن لو ده مش معايا مهما احط من اسلحه بيكون دخل وكنس لي كل الاسلحه اللي قدامي، وعشان اعوضها واشتريها تاني ما بعرفش، فالدنيا بتبوظ مني تماما. زي ما انتم شايفين انا دلوقتي مأمنه نفسي في اتجاهين في الميه من ابو الكعبيش، ونزلت لكم النار كمان. بصوا النار استخدامها عامل ازاي، لسه زي ما حطيت 2 فوق هحط كمان نار تحت كتير. مهما ياكل الزومبي في البطاطسايه ما بتخلص. بصوا بدأت تعيط يا عيني صعبت عليا والله. بصوا كل ما بتقرب تخلص او بتنقص منها حته بتبتدي تزعل وتكشر وتعيط، بس انا هلحق نفسي بسرعه. اول ما هيخلصوها احط واحده تانية مكانها، بس هما مش هيلحقوا خلاص. بصوا السلاح رغم انه سلاح اخضر واحد الا انه يا جماعه خلص عليهم ودمرهم. شفتوا بقى البطاطسيه الكبيره دي بتنفع قد ايه؟ بصوا سبحان الله سبحان الله يا جماعه. كنت بصوا لو كان السلاح الاخضر ده كان هياكل عباد الشمس، وانا للاسف مش واخده في الاسلحه معايا ولا قرن فلفل ولا النطيطه ولا التفاحه الحمراء، وده كان اكبر غلط على فكره في اختيارات الاسلحه. بس انا كان غصب عني، كنت عايزه اوريكم النار استخدامها ايه، كنت عايزه اوريكم البطاطسيه الكبيره برضو استخدامها ايه. وفي نفس الوقت البطاطسيه الكبيره الصراحه بتنفعني، وبتنفعني كمان اكتر بالاخص مع الزومبي ابو عصايه. انا متغاظه منه قوي يعني، كنت الصراحه مفروسه منه، فدي يستاهلها صراحه. فالمهم ربنا يعني الحمد لله وقف معايا ان الزومبي مات قبل ما يدخل ياكل عباد الشمس ويضيع مني الفرصه. انا دلوقتي زي ما انتم شايفين اهو عماله انزل في البطاطس وهنزل برضو في الميه عشان أأمن الميه كمان يا جماعه. يعني حتى لو جالي زومبي من الميه وحب يقعد ياكل فيها ما بتخلص، فعلى ما يكون بالكال فيها كده بيكون السلاح خلاص خلص عليهم، حتى لو حاطه سلاح اخضر واحد بس. تمام يا اصدقائي، عايزه اقول لكم ان لعبه الزومبي دي من الالعاب الجميله جدا والممتعه والمسليه جدا واللي ما بيتزهقش منها يا اصدقائي. يعني انتوا لو نزلتوها ولعبتوها عايزه اقول لكم ممكن تختموها، يعني تقفلوها مره وتقفلوها 2 وتقفلوها 3 وما تزهقوش منها، وفي كل مره بتلعبوها كانكم بتلعبوها لاول مره. فيها شده اعصاب، فيها تركيز، فيها سسبنس طول الوقت مش طبيعي. هنا زي ما انتم شايفين انا كل ده يا جماعه ولسه المستوى يا دوبك معدي نصه. انتوا متخيلين كميه الزومبي اللي دخلت لي قد ايه؟ لا مستوى طويل جدا جدا. عشان كده بقول لاصدقائي اللي كانوا كاتبين لي قبل كده في التعليقات ان هما كانوا عايزين مستويين في الفيديو الواحد، يا جماعه صعب جدا الصراحه، لاني فيديو واحد بس اهو ولحد دلوقتي لسه يا دوبك مخلصين نص الفيديو، يعني نص المستوى. فشوفوا بقى على ما نخلص المستوى فهيبقى في صعوبه ان احنا نلعب مستويين في نفس الفيديو. يعني شفتوا بقى ابو عصايه لما جه ينط معرفش ينط ازاي، انا شمتانه فيه وفرحانه فيه جدا. ولا اللي جاي راكب لي الدولفين ده ابو الكعبيش خده ونزل بيه على طول. انا بقى في ثغره عندي هنا ان انا حاطه 3 ابو الكعبيش من تحت، بس الناحيه الثانيه ما فيهاش ابو الكعبيش خالص. انا عندي ابو الكعبيش في الميه ده اهم بكتير كمان من السلاح الاخضر، فانا محتاجاه ينور بسرعه عشان احط في الناحيه الثانيه وابقى كده انا مامنه الناحيتين في الميه. انا كده حطيت بطاطس زي ما قلت لكم كمان في الميه عشان حتى لو في زومبي قدر يعدي، يعني انا لسه ابو الكعبيش مثلا ما نورش معايا اهو، على ما يقعد ياكل في البطاطس هيكون السلاح خلص عليه. فانا كده مأمنه نفسي يا جدعان بشكل مش طبيعي.
شفتوا ابو دولفين اللي داخل ده ورايح كده مع نفسه وراكب الدولفين ورايح ينط كمان؟ نفعني قوي يا جماعه، بجد بتنفعني قوي البطاطسيه الطويله دي. كان لو في اي سلاح قصير ولا اي بطاطسيه صغيره كان الدولفين كان نط من فوقها زي ابو عصايه طويله كده لما بينط من فوق الحاجه فوق الاسلحه ويعدي ياكلها ويدمر لي الدنيا. فبجد البطاطسايه يا جماعه مع النار عاملين شغل عالي جدا. بصوا النار كور من النار يا جماعه طالعه، يعني انا حاطه النار، بنحط النار دي قدام الاسلحه عشان الكور اللي طالعه من الاسلحه تعدي على النار وتبقى زي ما انتم شايفين كده بتولع. بصوا بتولع ازاي. في ابو جردل الحديد يستاهل الصراحه، يستاهل، فرحانه فيه جدا. يعني بصوا انا شريره بس هو يستاهل بامانه يعني. كان بيغيظني قوي، ما كانش في حاجه مقصره فيه. بصوا البطاطسايه اللي في الميه صعبانه عليا يعني، عماله تعيط. على فكره احنا خلاص كده بنخلص المستوى يا جماعه، الشريط اللي فوق خلاص بيتملي واحنا كده داخلين على الفاينل يا جماعه. اخر وفد، اخر دفعه من الزومبي هتهاجمني دلوقتي وانا حاطه رجل على رجل ومش قلقانه. وكمان يا جماعه معايا فلوس اهو، معايا شموس. عايزه اقول لكم اللي هيلعب بالطريقه دي والاستراتيجيه دي والتكنيك ده صدقوني صدقوني مش هيندم. انا عايزه اقول لكم هتقفلوا اللعبه بكل سهوله جدا، لان زي ما قلت لكم في الطريقه اللي انا حطاها دي ما اعتقدش ان اي زومبي مهما كان قوته هيقدر يخش ان هو يخلص على الحاجات دي ويدخل. بس ربنا يستر بقى في المستويات اللي بعد كده، يعني اللي هو بتاعه الروف وبتاعه الزومبي اللي هو الضخم الانساني الالي. الحاجات دي طبعا بتبقى صعبه برده. بصوا العربيه، شفتوا بصوا اتدمرت ازاي بمجرد ما عدت على البتاع اللي قلت لكم عليها في الارض دي، دمرت العربيه خالص. ودي انا كده اطمنت ان انا يعني خلصت من اشرس حاجه ممكن تهاجمني. دول اخر دفعه خلاص. بمجرد يا جماعه ما يموتوا دول يبقى انا كده خلاص كسبت المستوى يا جماعه وقفلت اللعبه، قفلت المستوى ده يعني مش اللعبه كلها. فانا كده زي ما قلت لكم انا قاعده مطمنه مش قلقانه. بس بصوا شفتوا ابو جردل عمال ياكل في البطاطسايه مش راضي يخلص. انا لو كان معايا بطاطسايه، كان معايا ابو نوتيل دلوقتي او تفاحه او قرن فلفل، انا كنت حطيته خلاص وخلصت منهم وكنت ابقى خلصت المستوى. بس انا للاسف كده مضطره استناهم لما يموتوا. فانا شلته، خدت بالكم شلت عباد الشمس اهو، حطيت سلاح كمان اخضر عشان يساعد مع اخواته عشان نخلص في الليله دي. انا معايا 450 او بصوا معايا 500 لسه عماله اخد في شموس واعد في فلوس وانا خلاص اصلا مخلصه المستوى. اخيرا الجردل وقع من على دماغه. يلا بقى غرف داهيه خلصنا، وغرف داهيه ومات الحمد لله، فنشناه وكسبنا المستوى يا جماعه. وجات لي رساله من الزومبي، هم كالعاده بيبعتوا لي رسائل كده تهديد ورسائل كده بيقولوا ان انا كنت يعني عامله زي حفله كده وهم كانوا عايزين يبوظوا لي الحفله اللي انا عاملاها في حمام السباحه. فعامه انا كده خلاص فاضل لي اخر مستوى في مرحله البول يا جماعه اللي هو المستوى العاشر، هنشوفه مع بعض في الفيديو الجاي. واللي بيشوفني لاول مره زي ما قلت لكم ما تنسوش الاشتراك، انا عايزه اكبر بيكم وبدعمكم. واللي بيتابعوني ما تنسوش اللايك يا جماعه، واستنوني فيديو تاني جديد بمستوى جديد واقول لكم يلا سلام باي باي.